المامبا السوداء. النوع ده من أشهر التعابين وأكثرها سمية، مش بس في أفريقيا، لأ ده في كل شبر في الكون. علشان كده في مناطق كتير في قارة أفريقيا بيطلقوا على النوع ده من التعابين اسم الموت الأسود. ده غير طبعا إن كلمة مامبا بيجي وراها على طول الكلمات دي: موت، تجلط، سم. الزاحف ده اتقال عنه أساطير كتير في أفريقيا، لدرجة إن السكان المحليين بيخافوا ينطقوا اسمها حرفيا، ولو حتى شافوا مامبا ميتة جنب بيتهم بيكون يوم ما يعلم بيه إلا ربنا. يعني حتى والأفعى دي ميتة بيخافوا منها وبيجروها بأي حاجة لبعيد عن المنطقة كلها علشان ما تتسببش في مشاكل حتى وهي مقتولة أو ميتة. وبالرغم من إن الأفعى دي اسمها مامبا سوداء، إلا إن شكلها مش أسود أبدا ولا باين عليها السواد حتى. الثعبان ده خد لقب أسود مش علشان لون جسمه، لكن علشان لون الحبر اللي جوه بقه واللي بيخلي شكله مرعب. والوان الافعى دي بتختلف من زيتوني غامق لبني رمادي مع لمعان نحاسي خفيف وجميل كده في باقي جسمها بيبان مع الشمس. المامبا شكلها الخارجي جميل جدا، خصوصا بقى مع الابتسامه اللي على وشها وكانها بتضحك على طول، مع العلم طبعا ان التعابين خاليه تماما من المشاعر، ولو شفتها بتضحك لك تقريبا دي هتكون اخر ضحكه هتشوفها في حياتك وهتوحشنا. واحد بقى من الجوانب السلبية للمامبا هي طبيعتها البغيضة والشريرة، تحسها كده قلب على مستر تي علم الأفاعي. التعبان ده متقلب المزاج بالمعنى الحرفي للكلمة، وبتقلب بسرعة ما تتصدقش من صفر ومن غير أي مقدمات حتى مع أبناء جنسها. شهود العيان اللي قابلوا المامبا وعاشوا قالوا إنها أول ما شافتهم زحفت بسرعة وجريت بعيد، والعلماء بيقولوا إن الأفعى دي فطرتها السليمة هي اللي دلتها على كده، علشان ما تهدرش سموم وقوة على مخلوق هي مش هتعرف تاكله كده كده. لكن لحد النهارده طبعا الكائن ده بيقتل بشر وكمان حيوانات كبيرة جدا، وفي حالة متسجلة بقتل التعبان ده الفيل الكبير. المامبا أول ما بتهجم على الضحية بتستهدف حاجتين اتنين بس، هما الجسم والراس، وبتقوم لدعاهم واحدة في وقتها. ولو حظ الضحية دي كان وحش اللدغة دي هتكون كبيرة وهتحقنها من 100 ل 150 مللي جرام من السم المركز وهتموت في دقايق. لكن لو كان الحيوان صغير وحجمه مش كبير اللدغة دي بتكون عبارة عن جرعة 15 مللي جرام من السم على قد الفريسة، يعني توفير. وفي 99% من لدغات المامبا الضحية ما بيلحقش ياخد الترياق وللأسف بيفارق الحياة. الزاحف ده كمان بالرغم من عدوانيته العالية لكنه ذكي وبيقدر يجري بسرعة 15 كيلو متر في الساعة الواحدة، لكن طبعا في المسافات الصغيرة. ده غير انه واثق في نفسه دايما على الارض وحاسس انه تعبان كبير والكل بيخاف منه، وطوله طبعا بيوصل ل 3 متر واكتر. النوع ده بيجي في الترتيب التاني على طول من حيث قوة السم بعد الكوبرا كانج. المامبا ملهاش اصدقاء ابدا وبتعيش لوحدها، وحتى كمان اعدائها اللي بيقدروا يواجهوها قليلين جدا. واحد من الحيوانات اللي بتقدر تتحدى المامبا هو النمس، وده لانه عنده ورقة كسبانة دايما وهي ردة فعل البرق. ده غير العقبان اللي بتقدر تصطادها وتقدمها وجبات لعيالهم في العشوش. واخيرا بقى الصيادين اللي بيقفشوا التعبان ده علشان يحلبوا سمه ويستخدموه في صنع الادوية. مامبا زوينة بالزاف.